واليوم جيت باش نشارك معكم بعض المنتوجات اللي خديتها من تيمو. وبطبيعه الحال خديت بزاف ديال المنتوجات اللي فيهم حويجات، اللي فيهم اكسسوارات، اللي فيهم مكياج، واللي فيهم بزاف ديال البياسات اللي عجبوني بزاف. واهم حاجه عندي هما التعليقات ديال الناس، فاش كنشوف الناس اللي خداو من المنتوجات اللي خديتهم انايا وصلوهم وشكروهم وحطوا التصويرات ديالهم، تنفرح بزاف بزاف وتمشي نعس على جنب الراحه لاني خديت دوك المنتوجات اللي شكروهم الناس. ودائما انا كنجيب لكم المنتوجات اللي واعرين والجوده ديالهم عاليه ودايره ضجه كبيره في تيمو. واللي منهم هاد القشره تاع السيليكون، كاع اللي وصلوا هاد المنتوج هذا تيشكروا والجوده ديالهم عاليه، وهذا الشيء اللي فرحني انا ونعس على جنب الراحه. وهاد القلم حتى هو اللي عندها الحساسيه في العينين واللي عيات ما تشري في الاقلام وكيسيح ليها، جبت ليك الحله اختي، ما عليك غير تاخدي هاد القلم من عند تيمو وغادي تهني من الاقلام، لانه الجوده ديالته زوينه بزاف ومضد للماء والعر. وطبيعه الحال خديت هاد الماس، لا ما عرفت شنو تيقولوا ليه، المهم اول مره تناخدو في حياتي وخديته بطبيعه الحال من عند تيمو حيتاش كل شيء تيشكرو. وكاع الناس اللي وصلهم هاد الموس هذا والله ما عرفتش تيقولوا ليه شكروه، اللي زعمني انني ناخدو ونستعملو بطبيعه الحال. وانا ديما تنجيب لكم شي حاجه اللي الجوده ديالها عاليه ودايره ضجه في تيمو باللي الجوده ديالها عاليه وغزاله. واش كتسناو؟ اللي بغات تاخد هاد المنتوجات ما عليك غير تاخديهم في تيمو، لانك ما غاديش تندمي، بالعكس غادي تجي وتشكريني.